صباح الخير، اخباركم ايه؟ انا جايه النهارده اعمل معاكم كيكه دايت، بدون لبن، بدون بيض، للناس اللي عندهم حساسيه. هنشوف المقادير مع بعض. انا عندي هنا نص كوبايه زيت، وعندي كوبايه ونص ميه دافيه، وعندي هنا معلقه خل، وعندي معلقتين نشا، وعندي معلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة بيكنج صودا صغيرة، ورشة ملح. وعندي هنا كوبايتين ونص دقيق سن، وعندي كوباية وربع سكر دايت وفانيليا. هبتدي احط الزيت، واحط السكر وانا بضرب. هبتدي احط المية السخنة، هبتدي احط معلقة الخل، واحط معلقة فانيليا، واضربه. هحط المقادير الجافة، البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح على الدقيق، ومعلقتين النشا، واقلبهم. نبتدي احط المقادير الجافة، هبتدي احطها في القالب. هبتدي دلوقتي ادخلها الفرن، فرن 180 لمدة ساعة الا ربع ساعة، ونشوفها بعد ما تستوي. ودي الكيكة بعد ما خرجت من الفرن، استنيتها بردت تماما. شلت الوش بالسكينة، وبعدين عملت تجويف كده بالمعلقة، وخدته فرمته عشان ده اللي هحطه فوق الوش. وعندي هنا كريم شانتيه نباتي، انا خفقته بمية متلجة مش بلبن. وعندي هنا شوية فواكه مجففة،
وعندي شوية بسكوت جوز هند كانوا فاضلين عندي، كسرتهم وحطيتهم. هقلب الخليط ده كله وهحشي بيه الكيكة بتاعتي. وكده انا خلصت الكيكة، بس بحط الكيك المفروم فوق الوش كده للتزيين، بس لو مش عايزين تحطوه مش مشكلة. ودي الكيكة الدايت اللي بدون لبن وبدون بيض، للي عندهم حساسية او عاملين رجيم، او يعني لو كانوا اخواتنا المسيحيين مش عايزين حاجة فيها لا لبن ولا بيض، فتمشي معاهم يعني صيامي. يا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وان شاء الله معاكم في فيديو جديد.